هلو هلو، اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير. ايه رايكم نعمل مع بعض النهارده البيتي فور؟ نعمل بيتي فور كده هش وناعم وغني وطعمه كده بيدوب في البق، انعم تقريبا من الغريبه. يا جماعه ده سبايك، ده مش بيتي فور خالص. يلا بسرعه لايك وشير وكومنتات حلوه كتير عشان نرفع الفيديو ويوصل لاكبر عدد ممكن، ونبدا نسميه بسم الله ونشوف هنعمل احلى بيتي فور ازاي مع بعض. مبدئيا كده كل الحكاية تكات بسيطة وخطوات أبسط منها هنمشي عليها. هناخد بصوا بيتي فور مفيش بعد كده، أفخم وأحلى من أحسن محل حلواني. يلا بسرعة بسم الله ونشوف هنبدأ إزاي. أول حاجة معانا يا بنات هنحتاج معانا سكر بودر. سكر بودر بالظبط مقدار 160 جرام من السكر البودر. هنحطه في مصفى كده أو في منخل وننخل عشان أي ذرات صغيرة أو تكتلات بسيطة من السكر تبدأ نازلة معانا، وناخد بيتي فورة كده ناعمة ودايبة وجميلة. تمام. كده نزلت بالسكر البودر في العجين. كمان بعدها هحتاج 375 جرام من الزبدة. زبدة كده ساقعة طالعة من التلاجة، لكنها في نفس الوقت يعني ايه، نسيبها سيكة كده تبقى طرية سيكة، مش انها سايحة، تبقى ماسكة نفسها وساقعة، وفي نفس ساقعة باردة كده من التلاجة، واخدة برود التلاجة، وفي نفس الوقت تكون ناعمة كده علشان برضو نحافظ على الميكسر. تمام. نبدأ ننزلهم في الميكسر او في العجان بالكف او مضرب بيض. نبدأ نهيشهم كده ونخفقهم كويس جدا لحد ما يتحولوا لقوام كريمي معانا. قبل ما يوصل لقوام كريمي يا بنات ببدأ ان انا كل شوية اشيل الكف، وابدأ ان انا اقلب كده ارضية العجان من تحت عشان اتأكد ان كل الزبدة متجانسة مع السكر. شوفوا هنا لونها بدأ ان هو يشبح شوية، يعني شوية ابيض وشوية ان لونها لسه اصفر زي ما هو، ده طبعا اللي بيكون موجود في ارضية العجان. تمام. ولان انا عاملة مقدار بسيط باحاول إن أنا ممكن ترفعي شوية العجان لفوق، هاقول لكم حالًا إزاي مع بعض. تقدروا لو أنتم عاوزين تزودوا المقدار تضاعفوا، بس تضاعفوا طبعًا كل مكونات المقادير. تمام. هنا باحاول إن أنا أرفع العجان شوية كده لفوق عشان أمسكه، بصوا إن أنا أخلي الكف يوصل لأرضية الزبدة من تحت. تمام. لأن كمية بسيطة مش باينة في إن العجان حلته كبيرة ما شاء الله. وبالراحة كده وتاخدي بالك علشان برضو الكف ما يبص. هنا بسم الله خلاص، شوفوا بعد وقت بس بسيط الزبدة والسكر مع بعض هاشوا ازاي، يبقوا هايشين ويدوا قوام وفوليوم اعلى من الاول، لان خلاص الهواء دخل فيه وبقت هشه كده وكريمي معايا. ببدأ في الوقت ده بالراحة بضيف بس بيضة وصفار بيضة. نزلت الاول بصفار البيضة وضربنا لحد ما اختفت. ببدأ بعد كده انزل بالبيضة. تمام. وكمان طبعا الفانيليا. يعني مقاديرنا لحد حالا 160 جرام سكر بودر، 375 جرام من الزبدة بيضة وصفار بيضة. ببدأ بعد كده احتاج معايا دقيق. انا محتاجة بصوا نص كيلو بس من الدقيق. بعمل ايه؟ بصوا يا بنات انا محسوكة سيكة في حوار المقادير دي، بحب اعمل كل حاجة على الشعرة. فقسمت النص كيلو دقيق على 2 بولة، حطيت هنا ربع كيلو دقيق وهنا ربع كيلو دقيق. في بولة منهم شلت حوالي 50 جرام من الدقيق وحطيت بداله كاكاو. كاكاو كده نوع نضيف، كاكاو اسباني، وببدا برضه ان انا انخله بالمنخل او بالمصفى عشان اي تكتلات، وابدا ان انا اقلبهم مع بعض. تمام. تمام جدا كده خلاص، الدقيق والكاكاو اتقلبوا مع بعض. عارفين بقى مقدار الكريمه اللي هي عملناها مع بعض، سكر وزبده وبيضه وصفار بيضه، ببدا اقسمهم بالظبط على الميزان. تمام. وابدا او بالنظر، بس انا بحب الميزان عشان كل مقدار البيتي فور الشوكولاته او الفانيليا كل واحد تكون واخده حقها في الزبده والسكر، وتكون كده طعم حلو. تمام. ببدأ أنزل بكل باوزن طبعا العجينة اللي هي الخليط بتاع الكريمة، وبنزل نصها على الربع كيلو دقيق هنا، وعلى ربع كيلو دقيق هنا. تمام. طبعا هنا دقيق وكاكاو وهنا دقيق بس. شوفوا هنا خلاص بكده خلاص، شكرا بقى للعجان ولا مضرب ولا اي حاجه، بس هي تقليبات سريعه كده بالسباتولا والدنيا بتبقى تمام جدا معايا. القوام بتاعت المقدار البيتي فور يا بنات بيكون يعني سايل كده جميل كده وملزقه وسايله وحلوه، مش انها ماسكه نفسها زي فكره البسكوت، لا خالص، ده بيتي فور يعني ناعم. مقدار الزبده فيه كميه كبيره عن اي حاجه من نواعم العيد تانية. تمام. هنا برضو بعمل نفس الخلطه ونفس الفكره مع الكاكاو والدقيق وخلط الكريمه اللي هي السكر والزبده والبيضه وصفار بيضه. نبدا ان اقلبهم بالراحه كده بالسباتولا. بصوا قوام الكريمه ما شاء الله ملزق معايا وكمان تمام ازاي، عشان يبقى سهل قوي ان هو ينزل من الكيس. ده مقدار مظبوط جدا جدا للبيتي فور. تعالوا بقى بصوا هنا معايا هنا اكتر من تب، تقدروا تستخدموا التب اللي انتوا عايزينها، كل واحده ولها مقاس. دي برضو رسمه تانية، ودي اللي هي شبه البسكوت شويه بس على الاصغر، ودي كده عملت بيها معاكم السنه اللي قبل اللي فاتت اللي هي منقرشه من الناحيتين. تمام.
عامله زجزاج كده من الناحيتين مش من ناحيه واحده، زي بتاع التب بتاع البسكوت. شوفوا يا بنات، اهم حاجه معايا هنا في العجينه بالراحه، ان انا ما انزلش بايدي جامد، وابدا ان انا انزل كده بحاجه تكون مستقيمه شارب زي ما شفتوا حالا كده معايا. تمام. ببدأ بقى كده خلاص الدنيا تمام والتب نفسها نظيفة، ببدأ بسم الله وما امسكش العجينة من فوق، ببدأ الكيس سوري من فوق، بمسك من تحت علشان ابقى متحكمة كويس في الكيس. لو جت معاكوا واحدة مش مظبوطة ببدأ تشيليها عادي خالص وتكملي شغل عادي. بصي يا بنات، بالايد التانية بتبقي ساندة التب كده او ساندة الكيس علشان ينزل معاكي بسهولة. تمام. ولو العجينة خلصت بتبدأي تنزلي بالراحة كده من بقية الكيس من فوق، ما هو في عجينة فوق، وتبدأي تنزلي تسمي كده وسمي الله، بتبدأ تنزلي باقي البيتي فوق. تمام. ما بياخدش معانا وقت خالص يا بنات. الجو لو حر معاكي بعد ما تخلصي يا اما تشتغلي تحطيه في التلاجة او في الفريزر بالظبط 7 دقايق وبعدين تطلعيه على طول على الفرن، بحيث الزبده تكون ماسكه نفسها، او من البدايه تكوني شغاله في مكان يكون فيه تكييف. ده لو الجو حر. الجو حلو معاكي زي اليومين دول، سمي الله واشتغلي على طول والدنيا تبقى زي الفل. في الوقت ده يا بنات بنكون مسخنين الفرن على درجة حرارة 180 بالظبط 10 12 دقيقة بالكتير، ونطلع علبة فول. طبعا في نص ال 10 12 دقيقة دول ببدأ ان انا احرك الصاج يمين وشمال لحد ما يقلب مرتين بس، هي مرة واحدة بس بفتح عليه الفرن. تمام. كده خلاص البيتي فور خارج معانا من الفرن، بصوا شكله جميل ازاي، دهبي ومقرمش ومفيش بعد كده. شايفين الأرضية لونها حلو ازاي والمسام مفتحة، البيتيفورة مستوية، الرسمة بتاعتها بصوا شارب ازاي، زي ما دخلت زي ما خرجت. يعني بصوا شارب بيجي، يعني بصوا حاجة حادة حادة يعني، حاجة تعور. تمام. لأن هي ما شاء الله زي الفل. ببدأ بقى في الوقت ده بجهز معايا التزيين. اللي بيحب التزيين يا بنات، التزيين عالم واسع في البيتيفور أو في الصابليه أو في أي حاجة. أنا من الناس اللي بحب أكل البيتيفور كده سادة، يا عيني عليه. لو عاملة بيتيفور بزبدة كويسة وبتكات وبخامات نظيفة، تأكدي انك ممكن تاكليه كده لوحده ويدوب في البق، مش محتاج ابدا اي تزيين. طعمه بيكون عالمي فعلا. اما لو حابه تزيني عادي خالص، ببدا بصوا بعمل هنا بقلب كل بتفريايه على وشها صف، والصفه التانية سليم، وببدا احط عليه وحدات صغننه من الشوكليت مربى، جناش شوكليت، اي حاجه انتوا حابينها. ايوه زي ما حالا كده بنقلب مع بعض. تمام. اي نوع تزيين انتوا حابين تحشوا بيه احشوا براحتكم. ممكن تحشي من اول كراميل بسيط بس ده في اخر ايام، يعني قبل العيد بيوم ولا اتنين. ممكن جناش، ممكن شوكليت ساده، ممكن مربى. يا عيني بصراحه مربى المشمش ومن بره كده جوز هند، ده امتع حاجه بصراحه في تزيين البيتي فور. تحطي عليه من بره بقى بندق سوداني، جوز هند، تعملي مثلا حاجه زي سنيكرز كروكان كده، براحتك خالص. تمام. التزيين عالم، عيشي فيه براحتك. اهم حاجه عندي واحنا بنقطع البيتي فور من الكيس، اتصلت بيكي جارتك، حاجه حصلت، حد مراد ان هندى عليكي، ما تسيبيش البيتي فور غير لما يتم تقطيعه في قلب الصاج يا بنات. قطعي البيتي فور كل الكميه في قلب الصاج، وبعدين سيبيه بقى وروحي اعملي اللي وراكي براحتك. لكن تسيبيه في قلب الكيس او تسيبيه لسه ما حطيتوش في الكيس وتغيبي عليه ساعه ولا نص ساعه او ساعتين، وتيجي بعد كده تقولي يلا اقطع البيتي فور وينزل من الكيس وعادي، لا 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 لا، عمره ما هينزل من الكيس. خلاص هيكون كده جامد معانا ومش هينزل. في الحالة دي تحطيه في التلاجة بقى يسقع شوية، وبعدين طلعيه اقلبيه بقى بيتي فور مكنة مش بيتي فور كيس. تمام. شايفين ما شاء الله معانا، يعني طالع سبايك دهب. انا بحب التسوية بتاعته وتكون حلوة كده واخدة لون حلو. زين زي ما قلنا زيني براحتك. البيتي فور حاجة ولا أروع، من أجمل حرفيا نواعم العيد. لو عملنا كل التكات والحركات والخطوات البسيطة اللي قلتها معاك في الفيديو هتطلعوا بيتي فور ناعم ناعم ناعم، مفيش ولا كلمة ولا غلطة فيه. تقدري منه تعملي مشاريع، تقدري منه تفرحي ولادك. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم وعيد مبارك عليكم يا رب، اللهم امين. دمتم في رعاية الله. باي باي.